شركة بيتا براند هي شركة لبيع الملابس عبر الإنترنت وتأسست سنة 2005. فكرة الشركة دي باختصار هو إن أي مصمم أزياء ممكن يرفع على موقع الشركة تصميمه، والناس بتدخل تعمل تصويت أو فوتنج على التصاميم دي. لو الشركة لقت عدد كبير من الناس عملت طلب مسبق للتصميم ده، لما يتنفذ بيتم فتح خط إنتاج للتصميم ده. الطبيعي والمنطقي إن يحصل زحمة كبيرة جدا على الموقع، ناس كتير جدا هترفع تصميماتها لأن هيبقى عندها فرصة إن الشركة تتبنى التصميم ده. غير طبعا الناس اللي بتعمل تصويت على الموقع غير الناس اللي بتشتري. الزحمه اللي على الموقع دي كانت عامله للشركه مشكله زمان، يعني الموقع في الغالب كان زي اغلبيه المواقع وقتها كان معتمد على هوستنج كومبانيز او شركات استضافه عندها سيرفرات او خوادم ساعتها محدوده. وعشان الموقع يتوسع ويكون عنده مساحه اكبر عشان يقدر يستوعب ناس اكتر والموقع يبقى اخف وافضل، كان لازم الشركه تدفع ثمن مساحه جديده. بالاضافه ان التعديلات هتاخد وقت طبعا عشان مهندس الاي تي يقدر يركب السيرفر الجديد ويعدل عليه ويعمل اعاده توزيع احمال وقصه كبيره كده. طيب الشركه دي قررت تعمل ايه عشان تحل المشكله دي؟ في 2017 قررت تربط الموقع بخدمات سحابيه او كلاود سيرفيسز، وطبعا الحياه عندهم بعدها انتعشت، يعني الموقع بقى اخف وافضل، وفكره التوسعه ما بقتش بالصعوبه اللي حكيتها لكم في الاول، والابديت للموقع ما بقاش بيواجه صعوبه ولا وقت ولا الناس بتحس ان في مشكله في الموقع ولا اي حاجه من الكلام ده. طيب ازاي الخدمات السحابيه او كلاود سيرفيسز حلت كل مشاكل الموقع تقريبا؟ ومش الموقع ده بس على فكره، الخدمات السحابيه قدمت حلول لكل الشركات اللي كانت بتواجه نفس مشاكل بيتا براند واكتر كمان. في الحلقه دي باذن الله هنعرف مع بعض يعني ايه خدمات سحابيه، وايه المشاكل اللي كانت موجوده قبل الخدمات السحابيه، وايه الحلول اللي قدمتها الحوسبه السحابيه او الكلاود كومبيوتنج، وكمان نعرف مهندس الحوسبه السحابيه او كلاود كومبيوتنج انجينير دوره ايه في كل ده، وازاي هو حاليا مهم جدا لاي شركه في العالم، وازاي تبقى مهندس حوسبه سحابيه. فانا ده حسن لاول مره تشوفني، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا. خلينا الاول نوضح اكتر المشاكل اللي كانت بتمر بيها الشركات قبل استخدام الخدمات السحابيه، عشان منها هنفهم اكتر ازاي الخدمات السحابيه حلت مشاكل كتير كانت بتواجهها. في الاول الشركات كانت عشان تقدر تربط اقسامها كلها ببعض كانت بتشتري سيرفر للشركه. السيرفر ده بيكون عباره عن جهاز كمبيوتر ذاكرته كبيره وقوي لتخزين عدد كبير جدا من بيانات الشركه، وبعدين مهندس الاي تي بيقوم رابط كل اجهزه الموظفين بالسيرفر ده. يعني اي ملف مثلا هيتم اضافته على السيرفر ده هيظهر لكل الناس في الشركه. لحد كده الموضوع حلو، والموظفين المفروض عارفين كل واحد فيهم بيعمل ايه وواصل لفين عشان يفضلوا على تواصل مع بعض بشكل سلس. بس الحقيقه بقى ان موضوع السيرفر المادي ده له عيوب كتير قوي. اولا الجهاز بيسخن جدا، محتاج اوضه تكون بارده دايما عشان السيرفر ده يقدر يشتغل بكفاءه. ثانيا السيرفر ده لو وقع الشركه كلها بتتعطل حرفيا، محدش بيبقى عارف يدخل على شغله لان الشغل كله حرفيا على السيرفر ده، مش مثلا كل واحد واخد نسخه شغله على جهازه المنفصل. وبالمناسبه دي مشكله بتحصل كتير جدا في الشركات، وعلى ما مهندس الاي تي يجي ويحل الموضوع فيها ساعات على ما الموضوع يتحل والدنيا ترجع تشتغل تاني. ثالثا الجهاز ده بيبقى تقيل جدا وممكن يهنج لان عليه بيانات كتير جدا مربوط باجهزه كتير جدا، وممكن لو بيانات ضاعت لا قدر الله ممكن ما نعرفش نرجعها تاني، او في افضل الاحوال لازم نعمل نسخه احتياطي للبيانات دي في مكان تاني عشان لو لا قدر الله حصل ضياع لاحدى البيانات دي. غير طبعا تكلفه التركيب والتشغيل، وان مهندس الاي تي لازم يظبط نظام التشغيل اللي السيرفر ده هيشتغل بيه، ويظبط قواعد البيانات، ويخلي السيرفر امن من الاختراق، وحاجات كتير كده، منها فكره التوسعه اللي حكيت لكم عنها في اول الحلقه في قصه بيتا براند. دي تقريبا كانت اغلب المشاكل اللي بتواجه الشركات اللي كانت قائمه على نظام السيرفر المادي. طيب ازاي بقى الخدمات السحابيه حلت كتير من المشاكل دي؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم الاول نفهم الخدمات السحابيه دي مصدرها ايه بالظبط. بص يا سيدي، دلوقتي عندنا شركه تكنولوجيه عملاقه عندها حاجه اسمها مراكز البيانات. مراكز البيانات دي عباره عن ملايين السيرفرات مرصوصه جنب بعضها ومتوصله مع بعضها بكابلات وبشبكه انترنت قويه جدا جدا. قويه مش كفايه فهنقول خارقه، لانها لازم تكون شديده جدا جدا بحيث السيرفرات دي تعرف تتواصل مع بعضها وكمان مع العالم الخارجي عن طريق شبكه الانترنت. ومراكز البيانات دي بتكون موجوده في مباني مخصصه، يعني مباني فيها مصادر طاقه وتبريد وامان، اللي بيه مراكز البيانات دي تشتغل بكفاءه عاليه. مراكز البيانات دي مساحتها طبعا بالتبعيه مهوله جدا جدا، والشركات التكنولوجيه العملاقه ما عندهاش مركز بيانات واحد بس، والشركات التكنولوجيه العملاقه بتوزع مراكز البيانات بتاعتها داخل الدوله اللي موجود فيها الشركه، وكمان داخل دول العالم المختلفه. بالاضافه ان البيانات بتكون متوزعه على سيرفرات متعدده بحيث غياب احد السيرفرات ما ياثرش على البيانات في حاجه. ده اللي حاصل بالظبط في شركات زي جوجل وامازون ومايكروسوفت وغيرها من الشركات التكنولوجيه. وعلى فكره هي مش بس بتوفر مراكز بيانات ضخمه وبس، لا هي كمان بتدير مراكز البيانات دي زي ما هنشرح قدام. وكمان الشركات دي بتقدم لك خدمات وادوات متعدده اللي بيها تنقل نظام شركتك
شركتك كله على السحابه. يعني هنروح بعيد ليه؟ تعالوا نضرب مثال لشركه كانت معتمده على سيرفر مادي وقررت تنقل نظام شغلها كله على السحابه. فهتعمل ايه؟ اول حاجه هتعملها انها هتروح لشركه بتوفر خدمات سحابيه بيسموها كلاود بروفايدرز. الشركات دي زي ما شرحنا عندها البنيه التحتيه اللازمه لاستضافه كميه كبيره جدا من البيانات. الشركه دي هتقول لك انا عندي ليك كذا خدمه وانت اختار انت عاوز انهي واحده فيهم. اول خدمه هي الاي اي اس، والاختصارا ل انفراستراكشر از سيرفيس، او بالعربي البنيه التحتيه كخدمه. ودي عباره عن ان شركتك بتروح تاجر جزء من البنيه التحتيه بتاعه مورد الخدمات السحابيه. يعني ايه؟ يعني بتاجر مجموعه من السيرفرات وشبكه نقل وتخزين بيانات، وطبعا بتاجر مساحه تخزين او ميموري. مهندس الحوسبه السحابيه في الخدمه دي بيبقى عليه انه يبني التطبيق المعتمد على الخدمه دي، وفي الحاله دي هو كانه بيتعامل مع كمبيوتر افتراضي او فيرتشوال ماشين. كمبيوتر ليه ذاكره وليه معالج، والكمبيوتر الافتراضي محتاج نظام تشغيل او اوبريتنج سيستم زي ويندوز او لينكس او اوبونتو. وبعد ما بيبني نظام التشغيل بيحدد ازاي السيرفرات دي هتتواصل مع بعضها ومع العالم الخارجي عن طريق الانترنت. بيحدد كيفيه تخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها. بيبني نظام امن من الاختراق للبيانات دي. لازم المهندس ده يكون حاطط خطه لاداره الازمات، بحيث لو الشركه احتاجت مساحه اكتر يكون عامل برنامج يبني سيرفر افتراضي جديد ونظام يحدث نفسه بنفسه من غير ما العميل او الموظفين يحسوا ان في مشكله في السيرفر. لازم يراقب النظام ويشوف هل عليه ضغط، مثلا التطبيق بطيء، بحيث نشوف هنحل المشكله دي ازاي، وهكذا. كل ده بيتم باستخدام ادوات بتوفرها موردين السحابه السحابيه، زي مثلا اداه اسمها كونتينر او حاويه، زي اداه دوكر مثلا. فكره الحاويات دي انها بتبقى شايله عدد من البيانات او الاكواد المعينه للنظام او التطبيق جوه السيرفر نفسه. يعني مثلا لو انا كمبرمج عاوز اعمل تحديث للنظام في جزء الحسابات بس الخاص بالشركه، بس من غير ما اوقف عمل الشركه ثانيه واحده، فببساطه انا هسيب الحاويه اللي فيها البيانات القديمه الخاصه بالحسابات شغاله زي ما هي، واشتغل في حاويه جديده تماما بالكود بتاع التحديث. لو الكود بتاع التحديث خلاص اشتغل كويس بيتم استبدال الحوايه القديمه بالجديده من غير ما انت كموظف تحس ان في حاجه وقفت في شغلك. لو لا قدر الله التحديث ما اشتغلش يبقى السيرفر ما وقعش والقديم لسه شغال زي ما هو. المهم ان مهندس الحوسبه السحابيه في الخدمه دي بيبني تطبيق كامل قادر يشتغل على جهاز افتراضي او السحابه. تاني خدمه هي البي اي اس، اختصارا ل بلاتفورم از سيرفيس، او بالعربي المنصه كخدمه. ودي مختلفه عن البنيه التحتيه كخدمه في انها بتوفر لك منصه كامله جاهز انك تشتغل عليها. يعني المنصه دي بيكون فيها نظام التشغيل والسيرفرات والذاكره وقاعده البيانات. انت كمبرمج حوسبه سحابيه عليك بس انك تكتب الكود الخاص بنظام الشركه وترفعه على المنصه، والمنصه عليها انها تهتم بانشاء قاعده بيانات للتخزين وتشغل لك التطبيق، وهي كمان مسؤوله عن امان التطبيق والتوسعه لو احتاج مساحه اكبر. مثال شهير جدا اودو هي عباره عن شركه بتقدم حلول وتطبيقات لربط انظمه الشركات ببعض، يعني ربط المخازن بالمشتريات بالحسابات داخل الشركه، وانشاء نظام تواصل مع العملاء ومتابعتهم وهكذا. في اودو اس اتش انت بتعمل نسختك الخاصه من الحلول والتطبيقات دي فيما يتناسب مع هويه واهداف شركتك. انت بتكتب الكود الخاص وترفعه على منصه اودو، وهم عليهم انهم يوفروا الباقي زي ما قلنا. ثالث خدمه وهي اس اي اس، الاختصارا ل سوفت وير از سيرفيس، او بالعربي البرنامج كخدمه. وده انت تقريبا معاك البرنامج جاهز بكل حاجه فيه. واشهر مثال على السوفت وير از سيرفيس هو سيلز فورس وهاب سبوت، ودول عباره عن برامج اداره خدمه العملاء CRM او كاستمر ريليشن شيب مانجمنت. انت كمستخدم بتدخل بيانات فقط على البرنامج، والبرنامج بيزيل البيانات دي بدون تدخل منك. طيب دور مهندس الحوسبه السحابيه هنا ايه؟ دوره انه يتابع ويضمن ان البرنامج يكون مربوط كويس ببقيه نظام الشركه. اي شركه بتستخدم اكتر من منصه لاداره عملياتها سواء حسابات او خدمه عملاء. دور بقى المهندس انه يتاكد ان كل حاجه مربوطه ببعض، وكمان عليه انه يراقب جوده تشغيل النظام كله مع بعض. ولو في موظف مثلا مسح اي داتا بالغلط يكون عنده حلول لاسترجاع الداتا دي وهكذا. واخر خدمه هي سيرفرلس او بدون خوادم، او احيانا بتسمى FAAS، اختصارا ل Function as a Service، او بالعربي الداله كخدمه. ودي عباره عن اكواد بسيطه صغيره بتتكتب وبيتم استدعائها بس عند الحاجه. زي مثلا لو انت تميت عمليه ماليه معينه بيبعت لك مسج يقول لك انها تمت. لو انت مثلا اول مره تدخل على موقع معين بيتبعت لك رساله ترحيب وهكذا. دور المهندس هنا بسيط، هو بس بيكتب الاكواد البسيطه دي وبيستدعيها عند اللزوم. وتسمى سيرفرلس او بدون خوادم عشان انت مش بتدير اي حاجه في السيرفر، هي ده اللي بتتنفذ وقت اللزوم وبعدين بتخلص زي ما شرحنا. كل خدمه من دول بتوفر عدد من المميزات والحلول للشركه بعيدا عن تعقيدات السيرفر المادي. يعني الشركه هنا خلاص ما بقتش شايله هم فكره غرفه التبريد او السيرفر اللي هيهنج وهيقع كتير. مزودين الخدمات السحابيه بيوفروا
كل ده، وعندهم نظام كامل لاداره مراكز البيانات الضخمه دي، زي مثلا توزيع الاحمال على مراكز البيانات الخاصه بيهم في دول كتير حوالين العالم. واداره الاحمال دي زي مثلا مسح البيانات المكرره وضغط البيانات الكبيره في صوره اصغر، غير لو احتاجوا توسعه هما بيضيفوا سيرفرات اضافيه لمراكز البيانات دي وهكذا. وحابه اقول لك ان مجال الحوسبه السحابيه واحد من اهم المجالات حاليا، والطلب عليه متزايد جدا في ظل ان كل الشركات تقريبا بدات تنقل شغلها على السحابه، وغير ان العالم كله تقريبا بيخزن بياناته على خدمات سحابيه، يعني بيانات البنوك والشركات والمؤسسات كلها على السحابه. فده يخليك تنمي مهارات هقول لك عليها عشان تبقى مهندس حوسبه سحابيه باذن الله. لازم تتعلم اللغه طبعا، وهنا بايثون هي اللغه اللي هتحتاجها. لازم طبعا تتعلم ازاي تتعامل مع قواعد البيانات، ازاي تخزنها وتعالجها وتسترجعها. لازم تتعلم يعني ايه حواسيب افتراضيه او فيرتشوال ماشين وازاي تتعامل معاها. مهم طبعا تتعلم عن الشبكات او النتوركينج، عشان ده اللي بيربط البيانات ببعض وبيربطها بالانترنت. مهم تعرف اكتر عن الخدمات اللي بيقدموها موردين السحابه، ومهم تتعلم الادوات اللي بتساعدك على بناء تطبيق على السحابه زي الحاويات زي ما شرحنا. ممكن يكون الكورس صعب لو انت هتذاكره مع نفسك، فممكن تاخده من منحه زي الاي تي اي او كورس اونلاين يقدر يوفر لك كل حاجه تتعلق بالحوسبه السحابيه. وباذن الله مع الكورس والتدريب والمذاكره هتوصل باذن الله وتبقى واحد من اللي شغالين في المجال ده، ويبقى عندك شركه كمان بتزود خدمات سحابيه. قول لي تحت في الكومنتات امثله من الواقع جت في بالك على استخدام الحوسبه السحابيه حوالينا في كل مكان، ولو في اي حاجه وقفت معاك اسالني في الكومنتات وانا هرد عليك باذن الله. وما تنساش طبعا لو عجبتك الحلقه لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وما تنساش تشير الحلقه مع صحابك اللي مهتمين يعرفوا عن المجال ده او المجالات المختلفه في سوق العمل. واشوفك باذن الله في حلقات جديده، والسلام عليكم.